تتخيل المرأة وكذلك الرجل أنهن وهم شوكولاتة أو بونبون بالنسبة للمرأة، ويتخيل الرجل أن قوته وعنفوانه يجعله قويا وشديدا، وربما ما ليس رزينا، وإنما الحكمة والعقل يكون أن تقابل الرجل والمرأة يكون في إطار سليم وتربوي وبعيدا عن الأهواء، وأن يحتوي بعضه البعض بنوع من الثقافة والحب وكافة الأشياء في ظل مجتمع متنام عربي يسعى فيه الطرفان أن يكونا بعضهم البعض. عندئذ يحتوي الرجل المرأة وتحتوي المرأة الرجل، وتظل الإنسانية كذلك. بوجه سيدي.